يا هندسة، مفيش شعور مرعب في حياة أي ميكر يعادل إنك تسيب الطابعة شغالة بالليل على مجسم هندسي مصيري، وتدخل تنام وإنت بتحلم بالنتيجة المبهجة، وتصحى الساعة 3 بالليل على صوت تكتكة عنيف غريب. المكنة فجأة قررت تتحول لساعة حائط رخمة، وبدل ما تطبع لك الترس اللي مستنيه، واقفة بتمضغ في البلاستيك وبتتسلى بيه في الهواء الطلق بقالها 6 ساعات، وسايبالك على السرير قاعدة فاضية ملهاش أي معنى. انسداد النوزل أو الكلوجينج وتكتكة الاكسترودر ده مش مجرد عطل عابر يا صديقي المبتكر، دي اللحظة اللي الفيزياء فيها بتقرر تعاند طموحاتك الهندسية. والنهاردة إحنا مش جايين نسلك النوزل بإبرة ونمشيها بالبركة، إحنا جايين بالورقة والقلم نفكك ديناميكا المواقع والاتزان الحراري جوه الهوت إند، ونعرف ليه المكنة بتعلن إضرابها عن العمل. معكم دكتور أحمد، ويلا بينا نفكك الحكاية في 3D بالعربي. ركز في التفصيلة دي يا هندسة. الهوت إند مقسوم هندسياً لمنطقتين ملهمتين، المنطقة الباردة والمنطقة الساخنة، وبينهم برزخ حراري رفيع جداً اسمه الهيت بريك. القوانين الهندسية بتقول إن البلاستيك لازم يفضل صلب تماماً لحد ما يلمس بلوك التسخين فيتحول لسائل لزوجته مثالية للتدفق. لكن الواقع ساعات بيبقى عنده رأي تاني خالص. لما بيحصل ظاهرة الهيت كريب أو زحف الحرارة للأعلى، الفيلامنت بيكون طري ويحصل له عملية بلمرة مسبقة في مكان غلط، ويعمل كرش جوه الأنبوب يرفض التحرك بدقة ميكرونية. هنا بقى الميكانيكا بتتكلم. الاكسترودر يحاول يزق الخيط لأسفل، البلاستيك تحت بيكون محشور وما بيتحركش، فيقوم الترس مكسور الخاطر وراجع لورا عشان يفلت من الضغط ويصدر صوت التكتك الشهير. الموضوع أشبه بإنك بتحاول تضغط سوسة قوية جدا جوه ماسورة ضيقة في لحظة معينة. قوة فعل الموتور بتقابلها رد فعل فيزيائي مساوي لها في المقدار ومضاد لها في الاتجاه، والنتيجة الموتور بيفقد خطواته الموزونة ويبدأ يأكل في جسم الفيلامنت كأنه بيتسل بمقرمشات لحد ما يبريه تماماً. عشان نشخص الكلوجينج ونعالجه بأسلوب المعايير الهندسية الصارمة مش بالتدريب الأعمى، أولاً بالورقة والقلم. هنعمل عملية الكولد بول، هنسخن ونبرد البلاستيك لدرجة تخليه شبه المطاط، ونشده فجأة لبره عشان يطلع واخد معاه كل الشوائب والكربون المحروق. ثانياً، ركز في مروحة الهيت سينك يا هندسة، لو بتلف ببطء غيرها فوراً لأننا محتاجين قطعة حرارية صارمة بين المنطقتين. في النهاية يا صديقي المبتكر، الماكينات مش بتعاندنا لمجرد العناد، هي بتنفذ قوانين الديناميكا الحرارية والميكانيكا بكل أمانة. لما تفهم سيكولوجية لزوجة البلاستيك وتتحكم في توزيع درجات الحرارة جوه طابعتك، أنت بتتحول من مجرد مشغل ماكينة لمهندس حقيقي بيطوع الفيزياء عشان يصنع واقع مادي ملموس بدقة صناعية حقيقية. العلم موجود والتنفيذ بيدك أنت. نتقابل الحلقة الجاية.